متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لجنة الكاف تفاجئ الجميع في الجزائر مرة أخرى. لهذا السبب لنتابع التفاصيل. من المنتظر أن تحل لجنة التفتيش والمعاينة ابتداء من هذا الأسبوع لتفقد المنشآت الرياضية التي أدرجها الاتحاد الجزائري ضمن ملف استضافة البطولة الإفريقية. وكشف موقع فوتبول فيناك بأن لجنة معاينة الملاعب والمرافق التابعة للكاف لن تكون الشركة الدولية هذه المرة هي المسؤولة عن المهمة، على عكس لجنة التفتيش التي زارت البلدان المرشحة لاحتضان كأس إفريقيا 2025. وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية بأن لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وصلت إلى الجزائر، حيث ستبدأ العمل الاثنين 17 جويلية بزيارة تفقدية يرافقها أمين عام الاتحاد الجزائري لكرة القدم منير دبيشي. ومن المتوقع أن يشرع الوفد في معاينة ملعب نيلسون مانديلا في براقي، وملعب الدويرة الجديد، واستاد 5 جويلية 1962. ومن ثم تزور اللجنة ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، وملعب 19 ماي 56 في عنابة. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الكروية الإفريقية عن هوية البلدين المستضيفين لنهائيات كأس إفريقيا 2025 و2027 شهر سبتمبر المقبل.